الأحداث اللي صايرة في جابس الفترة الأخيرة، العباد قاعدة تتخنق باش تموت وما فما حد في باله ولا يهمه ولا لقى حل. اللي صار في الشعب التونسي من عهد الاستقلال حتى تكشي لتوا، من تهميش ولا مبالاة وفقر، الاقتصاد صفر، التعليم صفر، الصحة صفر، القوانين متاع البلاد صفر. توا تونس في 2025 قوانينها ما تخليك تعمل حتى شيء، حتى تبني آفاق ولا تحب تنجح في بلادك ما تنجم تعمل حتى شيء. شفتوه هذا الكل باش تتحاسبوا عليه نهار اخر قدام ربي. اي واحد شد منصب في حكومه من الحكومات من عهد بورقيبه وقت الاستقلال اللي خذيناه من عند فرنسا حتى تكشي لتوا، ولا ساهم حتى بطريقه لا مباشره في موضوع من مواضيع اللي خلت الشعب التونسي يعيش في المعاناه اللي عايشين فيها توا، باش تتحاسب قدام ربي نهار اخر. خاطر انت ما في بالكش انه كي تشد منصب في بلاد وتبدا عندك شعب انت تحكم فيه وانت تدبر له في حياته، باش تكون مسؤول قدام ربي على الشعب هذاك واللي صار فيه هذاك الكل، باش تتحاسب عليه. الكلكم باش تتحاسبوا نهار اخر، وان شاء الله تفيقوا نهار من النهارات. اللي قاعد يصير واللي تعملوا فيه راهو خطير برشا. والسلام عليكم.